السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو ان شاء الله في احسن الاحوال. اليوم كيف كتلاحظوا جيت نشارك معكم الشباكيه المغربيه الصراحه اللي على حقها وطريقها كتجي رائعه بزاف، وما كتعذبكم لا في الشباك ولا في الخدمه ديالها، والصراحه كتجي ساهله. اول حاجه اللي ما مشتركش في القناه فضلا وليس امرا اشتراك في القناه، وما تنسوناش بلي لايك راه اسفل الفيديو عملوا لنا لايك، وكذلك كومنتير اللي كيشجعنا وكيخلينا دائما نجيبوا لكم الجديد. شباكيه اقتصاديه الصراحه ورائعه في المذاق، الشيشه بنينه، واللي دقا عندك غادي يسولك على المقادير وعلى الطريقه الصراحه اللي كتجي رائعه وديال تحميره الوجه. بسم الله على بركه الله، يلا ندوزو المكونات مع الطريقه. اول حاجه هنايا البنات كيف كتلاحظوا مقادير بساطين، ماشي شي حاجه اللي غادي تكلفكم او لا اللي غادي هكذا تعذبكم، ولا المهم شي حاجه اللي هي بسيطه بزاف. المهم هنايا كيف كتلاحظوا عندي اول حاجه واحد الكيلو ديال الدقيق، اللي تكون نوعيه جيده، يعني يكون خاص بالحلويات. عندي هنايا واحد الكاس ديال العنبه ديال الزنجلان، يعني حتى تعبروه عاد طحنوه، كاس هكذا ديال الجوجلان. عندي كاس كذلك ديال اللوز، اللي ما بغاش يدير فيها اللوز ما يديرش فيها اللوز نهائيا، يدير غير الجوجلان راه كافي، يدير 2 كيسان ديال الجوجلان. يعني انا درت كاس ديال الجوجلان وكاس ديال اللوز اللي ما يكونوش محمرين نهائيا، يعني تقبدي الجوجلان اللوز ديالك تمسحيه تغسليه وتنقيه وتطحنيه، يعني ما تحمريه، ما ديري له حتى شي حاجه. هنايا عندي واحد الكاس ديال الزيت، ديال المائده، اللي بغى يدير الزيت ديال البلديه، يعني زيت الزيتون اللي ما يكونش فيها الريحه يديرها، يعني ولا يدير زيت المائده كيف درت انا. يعني انا الزيت البلديه يعني حسيت بها، يعني هكذا فيها واحد النكهه، يعني اللي مجهده ما درتهاش، فضلت انني ندير زيت المائده. يعني زيت المائده راه كتجي زوينه. هنايا عندي ربع كاس ديال الخل، اللي يعني هاد الخل الدور ديالو كيهشش الشباكيه، ويعني الصراحه هو الاساس يعني في هاد الشباكيه كامله. الا ما كانش هاد الخل راه ما كاين والو. هنايا كاس ديال ماء الزهر، يعني كاس ديال ماء الزهر او لا كاس ديال الماء، وديروا فيه قطرات من روح الزهر. يعني هاد روح الزهر ديروا قطرات هنايا في كاس ديال الماء. يعني انا كنفضل هاد روح الزهر الصراحه، اللي كيعطي لهاد الشباكيه واحد المذاق اللي هو زوين، حسن ما كديروا داك ماء الزهر نيشان يعني عادي، يعني هذا كيعطي النكهه اكثر من الاخر. المهم كاس ديال الماء، وديروا فيه قطرات من هذا، واحد 3 ديال القطيرات راهم كافيين. هنايا عندي الزبده، كاس ديال الزبده، كذلك بكاس العنبه، يعني كلشي هاد العبارات اللي عطيتكم بكاس العنبه. هنايا عندي معلقه ونص ديال النافع، يعني اللي يكون نافع، يعني يكون من نوعيه جيده، تطحنوه يعني في الدار على اليد ديالكم باش ما يعذبكمش يعني في الخدمه، والصراحه باش يعطي حتى ديك النكهه اللي هي زوينه، يعني ملي كتطحنوه في الدار كيعطيكم ديك النكهه هكذا زوينه. هنايا عندي معلقه كذلك ديال حبه حلاوه. عندي ساشيه ديال الخميره ديال الحلوى، ساشيه وحده. بالنسبه لهاد ماء الزهر يعني درت فيه واحد 2 ديال دامات ديال الزعفران من هاد النوعيه، يعني ديال الزعفران الحر، او اللي كان عنده زعفران الحر يعني نيشان يعني يديروا من الاحسن، يعني يدير هنايا يدير بالنسبه هنايا يدير زعفران الحر. وكذلك هذا الزيت يعوضوا بالزيت البلديه، اللي بغى الشباكيه تجي يعني صحيه 100%. اللي ما بغاش يعني يدير كما درت انا، يعني عوضت زيت البلديه بزيت المائده، انه زيت البلديه انا يعني عندي فيها النكهه. وكذلك عوضت زعفران شعره، بالنسبه لينا هنايا يعني الصراحه غالي بزاف، على داكشي ما درتوش، درت يعني غير دامات ديال الزعفران يعني كافيين. هنايا قليل من الكوزه، اللي بغى يديرها اختياريه، اللي ما بغاش يديرها ما يديرهاش نهائيا. يعني الكوزه الصراحه كتعطي واحد المذاق، حتى هي في الشباكيه كتعطي واحد المذاق اللي هو بنين. بالنسبه للمسكه الحره، اللي بغى يضيف المسكه الحره يضيفها، انا ما كنضيفهاش لانها هي السبب باش كدير الكشكوشه ديك الشباكيه في الزيت. اللي بغى يدير البيض يدير، وراه حتى البيض يعني الصراحه راه كيدير الكشكوشه. المهم المقادير اللي كنعطيكم انا يعني مضبوطين، يعني كنخدم بهم في المحل ديالي، ما كيحشميش مع الكليان، كتجي الشباكيه زوينه شيشه، هذاك الشيء كيجي هو هذاك. بالنسبه للقرفه
القرفه حتى هي كذلك معلقه كبيره. هذا العبار معلقه كبيره ديال القرفه. القرفه الصراحه كتعطي هي نكهه زوينه في هذه الشباكيه. يلاه معايا ندوزو للطريقه. بسم الله على بركه الله. هكذا نديروا واحد القصريه. غادي نبداو بالزيت، كاس ديال الزيت المائده، كاس ديال العنبه ديال زيت المائده، 4 كاس ديال الخل، كاس ديال ماء الزهر دايب فيه ضمه ديال الزعفران، كاس ديال الزبده. الزبده اللي تكون من نوعيه جيده، يعني تكون يا اما لذة يا اما شي زبده يعني اللي كتكونوا نتوما تفضلوا. المهم كاس ديال الزبده على هذا الشكل حتى هو كاس ديال العنبه. الزنجلان كاس ديال الجنجلان اللي هو مطحون ومغربل الا بغيتو تفاداو يعني تاع الشباكيه ديالكم ما تقطعش نهائيا. كاس ديال اللوز اللي حتى هو مطحون ومغربل. النافع وحبه حلاوه والخميره والكوزه. مغرف عامره هكذا ديال القرفه. واحد القريصه هكذا ديال الملحه لتصحيح الذوق فقط. غادي نبدا نخلط هاد المكونات هكذا بالفوي حتى يتخلطوا معايا مزيان. المهم كيف كتلاحظوا الزبده يعني جمدات معايا حيت الجو يعني بارد. صافي هكذا غادي نخلط هاد المكونات مزيان مزيان حتى نخلطهم. عاد غادي نبدا نضيف الدقيق. راه هاد الطريقه يعني راه احسن ما ديروا الدقيق وتضيفوا المكونات عليه وتبداو هكذا تبداو عاد تعجنوا فيه. يعني هاد الطريقه كيتخلطوا لكم المكونات كاملين. دابا في هاد الاثناء غادي نستعمل هكا يدي باش غادي نزيد نخلط هاد المكونات هكذا مزيان مزيان بحيث الزبده ديالي يعني جبدات بسرعه انه الجو بارد. صافي غادي نبدا هكذا نخلط مزيان. عاد غادي نبدا نضيف الدقيق هكذا شويه بشويه. الدقيق في هاد المكونات كيلو. صافي غادي نبدا هكذا ندير الدقيق ديالي. المهم في هاد الاثناء غادي نضيف هكذا واحد الكاس ديال الماء اللي يكون هكذا شويه دافي الا كان الجو ديالكم بارد. والا كان الجو يعني سخون ديروا غير الماء بارد. صافي دابا غادي نبدا هكذا نعجن حتى غادي نعجنها كامله. غادي نقول لكم شحال الماء اللي خدات معايا. هانتينايا بعد ما عجنت العجينه هكذا ديالي كيف كتلاحظوا يعني خاصها تكون هكذا شويه قاصحه. المهم راه خدات معايا هنايا كاس ديال الماء. كاس ديال الماء خداتو معايا يعني كافي لهاد العجينه بحيث المقادير اللي درنا في الاول كيف كتلاحظوا كاس الزيت كاس الزبده كاس ماء الزهر يعني كافي لهاد العجينه مع كاس ديال الماء. يعني كاس ديال العنبه يعني العجينه ديالكم هكا خاصها تكون يعني ما تكونش قاصحه وما تكونش جاريه. يعني الا كانت قاصحه اكثر من القياس غادي تعذبكم في الخدمه. كانت جاريه غادي تعذبكم كذلك. يعني خاصها تكون قاصحه يعني مايله للقسوحيه ولكن ما تكونش قاصحه بزاف. يعني هذه نصيحه. يعني الشباكيه شحال ما كانت هكذا قاصحه اكثر يعني كتجي هشيشه بزاف وكتهرس في المقله بعد ما كنبداو نقليوها. صافي دابا غادي نبدا نقطعهم هكذا حريبلات وغادي نديرهم في واحد البلاستيكه. دابا هنايا بعد ما حطيت على سطح العمل غادي نحاول هكذا ندلكها غير شويه. دابا في هذا الاثناء غادي نبدا نقطعها هكذا حريبلات. صافي دابا من بعد ما قديتهم هكذا كاملين دابا غادي نبدا نسرح فيهم ونطوي. صافي غادي نبدا نسرح هكذا بالدلاك مزيان مزيان.
صافي دابا غادي نبدا نطوي هاد الطويه الاولى، وغادي نطوي الطويه الجوجه كيف كتلاحظوا، وغادي نولي نطوي وحده على وحده هكذا، وغادي نبدا نسرح وصافي. دابا غادي نبدا نقطع هكذا على حساب الماكينه، يعني اللي ما عندوش الماكينه كاع ما يديرش هكذا، كاع ما يقطعهمش. صافي غادي نبدا هكذا نحط، وغادي نجيب هكذا واحد شويه ديال الدقيق باش نبقى نديرو بين بعضياتهم، يعني بين كل شريط وكل شريط نديرو هكذا واحد الطبقه ديال الطحين، وعاد نديرو الشريط الاخر وثاني كنديرو طبقه، نديرو عاد الشريط الاخر وعاد نديروهم في واحد البلاستيكه باش ما يلتصقوش معانا. صافي غادي نستمر على هذا الشكل حتى غادي نسالي الكميه ديالي كامله بنفس الطريقه، يعني نسرح الثنيه الاولى بحال الا كتكونوا تورقوا، ديروا التوريق بحال العجينه ديال التوريق بهذاك الشكل، باش كتبقى ديك الشباكيه من داخل خاويه، يعني من بعد ما كتقليوها كتلقاو فيها دوك الفقاعات، يعني هذا هو السر ديال هاد الطيات. صافي هكذا غادي ندير كذلك الدقيق على هذا الشكل، غادي ندير وحده على وحده بحال هكذا، وغادي نحط حتى نسالي الكميه بنفس الطريقه. بعد ما غادي نساليها غادي نجمعهم هكذا في واحد الميكات وغادي ندوزو باش نشكلو. المهم البنات هنايا كيف كتلاحظوا بديت هكذا كنشبك الشباكيه ديالي كيف كتلاحظوا. صافي هنايا كيف كتلاحظوا معايا جبت داك الشريط هكذا سرحته مزيان مزيان هكذا بالمدلك. صافي دابا غادي ندوز نديرها في الماكينه. الماكينه دوزوها في الرقم 1، يعني ضروري هاد المرحله اللي دوزوها في رقم 1 العجين. صافي غادي ندوزها هكذا، غادي نبدا ندوز هكذا العجينه نتاعي. صافي دابا هنايا الشريط ديالي بعد ما دوزته في الرقم 1 كيف كتلاحظوا معايا يعني جا رقيق هكذا على هذا الشكل. صافي غادي نبدا نقطع كيف كتلاحظوا معايا هنايا، غادي نبدا نقطع، غادي نحسب الاولى الجوجه الثالثه الرابعه الخامسه السادسه نقطع كيف كتلاحظوا معايا، يعني 6 ديال الاشريطه. صافي غادي ندير هاد الجوج على هاد الجوج وهاد الجوج على هاد الجوج كيف كتلاحظوا، يعني جوج من الفوق وجوج هكذا من التحت كيف كتلاحظوا معايا، يعني جوج من. صافي دابا غادي نقبض هذا الرويس هذا، عرفتوا واش واضح لكم ولا لا؟ المهم غادي نقبض هذا الرويس مع هذا الرويس هكذا وغادي نشدوه مزيان، وغادي نحشي صبعي هنايا وغادي نقلب. المهم راه هاد الطريقه ساهله كيف كتلاحظوا. صافي هكذا غادي نبدا نقادها على هذا الشكل، وغادي نحيد لها هاد الجنيبات. وصافي هذه هي الشباكيه ديالي، يعني ساهله. المهم غادي نعاود معكم وحده، باش غادي تشوفوا الطريقه. المهم كديروا تقطعوا القطعه الاولى الجوجه الثالثه الرابعه الخامسه السادسه كنقطعوا، يعني هاد الاشرطه اللي كيكونوا هكذا في الوسط 1 2 3 4 5 يعني 5، وكتقلبوا جوج هكذا فوق جوج وكتوليو تهزوا من هاد الجهه وكتردوا عاوتاني هاد الجوج اللي هما هنايا كتردوهم فوق هادو هكذا، يعني الطريقه راه واضحه وسهله. صافي دابا غادي نشدو هذا مع هذا وغادي نلاقيوهم. المهم هكذا غادي نلاقيوهم، غادي نحطو يدنا هنايا وغادي نحاولوا نقلبوا الشباكيه على هذا الشكل. هانتوما كيف كتلاحظوا وغادي ننزلوها، يعني واحد الشباكيه اللي كتجي سريعه وسهله ودغيا دغيا كتصاوب معاكم وكتجي يعني في الشكل ديالها زوينه كيف كتلاحظوا معايا. صافي غادي نستمر بنفس الطريقه حتى غادي نشكل. المهم البنات هنا كيف كتلاحظوا معايا بديت كنقلي، بديت هكذا كنرمي في المقيله نتاعي اللي الزيت هي سخونه ومنقصه البوطه تماما، يعني البوطه ما تكونش مجهده على الشباكيه باش ما تنخطفش معاكم وما تطيبش معاكم من الداخل. صافي دابا غادي نعمر المقيله هكذا وغادي نبدا نحرك في هذه الشباكيه حتى تحمر معايا. مع بعد ما تحمر غادي نديرها يعني نيشان في العسل ونخليها تعسل ليا مزيان، يعني نخليها داك العسل تشرب معايا العسل حتى تشرب معايا العسل مزيان.
من بعد ما تشرب معايا العسل يعني نديرها هكذا فواحد الصفايه ونخليها تسقطر حتى تسقطر مزيان. عاد نديرها هكذا بشي بواطه. صافي هنايا البنات بعد ما قليت هكذا القليه الاولى درتها في هذا الاناء اللي دايره فيه العسل، وغادي نزيد نضيف هكذا فيه العسل مزيان، يعني ديك الشباكيه نضيف العسل هكذا حتى تعسل معايا مزيان. ما ينطحوا معايا دوك الحامضات تمام ماشي مشكل. دابا نزولها غادي نخليها هكذا الشباكيه وانا كنغرق هكذا فيها في العسل ونخليها تشرب معايا داك العسيله مزيان مزيان. الشباكيه ديالي من بعد ما تسقطرات هكذا درتها هكذا فواحد البواطه. الصراحه واحد الشباكيه اللي جات رائعه رائعه بزاف، جات شاربه العسل، جات هشيشه وبنينه ومقومه، والصراحه على حقها وطريقها. اللي داقها عندكم غادي يسولكم على الطريقه، كونوا متاكدين. نتمنى انها تنال اعجابكم، وما تنسوناش بلي لايك واشتراك في القناه الا ما كنتوش مشتركين فضلا وليس امرا، وما تنسوناش بشي كومونتير زوين وبشي دعيوه ديال الخير. وشكرا لكم بزاف بزاف على المتابعه ديالكم وعلى الدعم ديالكم، وشكرا لكم، والى اللقاء الى فيديو قادم باذن الله. مع السلامه.